السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده بقى هنعمل فطار، بما ان احنا صايمين وفي شعبان وكده. كل سنه وانتم طيبين. فطار بسله باللحمه. ده البصل بتاعي. انا دايما يا بنات لما يكون عندي بصل كتير واحس ان هو مثلا ايه هيبوظ مني، بمسكه مثلا ان انا ايه اخرطه او افرمه وشويه زيت كده وايه واشوحه تشويحه خفيفه وبحطه في الفريزر واطلع منه ايه عشان ما يبوظ مني خساره كده. فهي ده كانوا فاضلين شويه بصل طلعتهم زي ما شايفين كده. هو كان ناعم شويه بس حلو يعني ما بيقولش لا، طبعا عشان خاطر ايه بدليل، طبعا عشان خاطر الولاد وكده ايه ما بيحبوش، عندي ولاد ما بيحبوش البصل في الاكل. شوحتهم في شويه سمنه، وهنا دي اللحمه بتاعتي هحطها طبعا مع البصل برضو تاخد ايه صدمه كده على النار. انا بما ان النهارده بقى ايه بسله بقى وجزر وايه وبطاطس وكده، قلت ان انا اعمل فيها لحمه وكده ايه. وبقى دي اللحمه بتاعتي، انا شفت ان اللحمه ايه شويه، يعني حسيت ان اللحمه هتبقى شويه وكده، فزودت. كان عندي لحمه بالعظم فزودتها عليها وكده. بنات مش عايزه اقول لكم كانت خطيره خطيره، وكانت مخليه العظم كان في اللحمه كان مخلي البسله رهيبه رهيبه رهيبه. هنا انا زودت الكميه بتاعتي تاني لما لقيت ان اللحمه شويه، فزودت بقى زي ما قلت لكم ان ايه زودت كميه اللحمه بتاعتي تاني. تمام زي ما انتم شايفين كده بنات ايه لحد ما لونها يتغير كده، لحد اللون بتاعها ما يتغير خالص تماما. بعد كده انزل بقى بالايه بالطماطم بتاعي. هنا انا حطيت حوالي نص كيلو من الطماطم، من عصير الطماطم. هنا اللحمه بتاعتي اخدت التشويحه. بعد كده هنزل عليها بالطماطم فورا على طول. هنا بقى انا زودت هفضي بقى الطماطم وكده. زي ما انتم شايفين ان اللحمه اخدت صدمه واخدت لون جميل جدا جدا جدا، ومش عايزه اقول لكم ان الريحه كانت خطيره يا جماعه، خطيره خطيره خطيره. شايفين اللون ده ياخد قلبي ده. بقى دي بقى شويه من البهارات كده احطهم عليها، بهارات اللحمه، شويه فلفل اسمر، 2 ورق لوري او 3. طبعا مش هحط ملح دلوقتي، ولو عايزه مثلا اللحمه بتاعتك ما تخش سوا ممكن تحطي لها شويه من السكر. هنا انا ضفت العصير الطماطم حوالي نص كيلو من الطماطم. لقيت الطماطم فاتحه، بعد كده زودتها ايه حوالي ايه معلقه صلصه كبيره كده، هتدي معاكي لون خطير خطير كده. وبعد اللحمه بتاعتي ما اللحمه والطماطم بقت اتسبكت خالص، ده الخضار بتاعي. انا عايزه اقول لكم البسله دي بقالها سنتين عندي في الدي فريزر، وكانت طعمها يجنن كانها طازه بالظبط. هنا كان اللحمه اتسبكت مع الطماطم. بعد كده هضيف بقى البسله والجزر والبطاطس مع بعض. انا دايما لما بحب اعمل بسله بعمل لها بطاطس، بحط فيها بطاطس. في ناس ما بتحبش البطاطس على البسله، بس انا من الناس اللي بحب البسله يكون عليها بطاطس يا جماعه، والله العظيم بتبقى خطيره خطيره خطيره. هنا اللحمه بتاعتي خلاص كانت شوحت وطماطم وضفت البسله. هحط لها ميه بتغلي وهسيبها بقى ايه لحد ما تستوي خالص خالص. ممكن تضيفيها مثلا تحطها في طاجن وتدخلها الفرن تاخد معاكي وشي وتبقى طعمها كمان احلى. تمام. ايه رايكم يا جماعه؟ ايه رايكم بقى في شكل البسله بتاعتي؟ بس هنا كانت لسه ايه كنت لسه بقى ايه بشوح البسله مع اللحمه، وبعد كده ايه بضيف لها الميه السخنه لحد ما تغلي وتستوي خلاص. الميه ديت هتخليها تستوي وتبقى تمام. انا عايزه اقول لكم البسله دي بنات زي ما قلت لكم ان هي بقى لها سنتين في الفريزر عندي، والله العظيم طعمها بصي ما تفرقوش عن بتاعه بره، عن ان انت لسه جايباها طازه، ولا اخدت مني سوا كتير ولا نشفت ولا قديدة زي ما بيحصل. بصي معايا عارفه انت كانت تجنن تجنن. هنا خلاص كانت استوت، وبصوا انا عايزه اقول لكم كانت ريحتها جايبه اخر الشارع يا جماعه. انا مش ببالغ، بس عايزه اقول لكم والله كانت جميله جدا جدا جدا. انا عندي الولاد طبعا بيعشقوا البسله. لا، ما ايه رايكم؟ ينفعش الصراحة. عملت معاها بقى رز بالشعريه، انا بحب رز بالشعريه مع البسله. وكنا صايمين بقى وعصير وكده، وكل سنه وانتم طيبين. ووصلت هنا في الفيديو ما تبخليش على لايك وكومنت، واشوفكم في فيديو جديد، ويلا باي باي.